خير والسلام عليكم على الجميع. واهلا وسهلا. تحاشيت نسجل فيديوهات اكثر مره، تحاشيت نطلع في مقابله تلفزيونيه او فضائيه حتى اذاعيه. ما فيش داعي، ما فيش جديد، لكن طالما في الجديد احنا لازم الان نعمل فيديو توعيه ثقافه كرويه. الوضع يا جماعه مختلف، اللي بيقوم فيه الان احمد صالح العيسي تكرار لمخطط سابق سخيف كان يقوم فيه حافظ معياد للتحايل على نظام كلمة الجمعية العمومية، للتحايل على من له حق الانتخاب، من له حق الترشيح، تحايلات كثيرة حتى وصلنا إلى هذه المرحلة. إنه أسهل شيء أيضا نظام فرق تسد، نظام الفتنة، الحرشة بين الأندية. زي ما شفنا كيف أنت بتخلي جمعان يعمل دوري وبتعلم أشخاص موعوزين مدفوعين لتدمير الدوري أو إلى إفشاله. الآن مؤخرا يبدو أنها الجولة الأخيرة. كنا دائما نوعد أنه العيسي بفساده سيسقط. العيسي للأسف كان آخر سلاح له استقطب شخصية وطنية، شخصية نظيفة، الأستاذ حسام السمباني. في لحظة كان إرهاق وإحباط أو يأس من الأستاذ حسام واستسلم. أصبح الآن حسام هو الأداة الذي يشتغل فيها العيسي ضدنا إحنا. اللي كان يغشش إحنا حسام ويدفعنا إحنا بتوعية ثقافية منه وطنية: هذا الرجل فاسد، هذا الرجل لا يستاهل، هذا الرجل اعملوا كذا وكذا كذا. إن أول شرط تمنعوا على أي صوت من الشمال. أهو يا حسام إحنا الآن بنفعل اللي تنفذه. أنت الآن بتتصل بأبو علي الخولاني الوكيل وأسماء تقول لا خلي الأندية تشارك. لا تتناقض يا حسام السمباني. الآن إحنا بصف وطني. لا ينفع فيديو من عادل السالمي، لا ينفع بيانات سخيفة، لا ينفع اللف والدوران، التحايل على الجمعية العمومية وإغراءهم بالمبالغ بخريف عمرهم، تسفير القاهرة من واحد زي علي مثنى رازح أو فيصل سعدتي أو عبد القادر الكردغلي اللي كان شبه فرش فيها اللي تعز إنك تعطي له $1000 أو $800 تذكرة بيلبي الطلب. لكن الآن وجود شوق أحمد هائل نقول تعظيم سلام، تعظيم سلام أستاذ شوق أحمد هائل. غفرت عن كل الأخطاء اللي كان يقوم فيها